يا صباح الجمال، يا مساء الجمال، أيًا كان التوقيت اللي بتتفرجوا عليَّ فيه، عاملين إيه؟ النهارده تصويري في مكان مختلف جدًا، بس في موضوع للأهمية وللغاية، لكل مامي عندها بنوتة جميلة رقيقة كيوتة طالعة للمستقبل إن شاء الله في يومٍ ما هتكون ست البنات الأمارات الحلوة. تعالوا نشوف أتعامل مع بنتي إزاي وأخلّيها تحب نفسها إزاي وهي صغيرة عشان ما تكبرش تعاني وتبتدي تحب نفسها من أول وجديد وهي لسه في سن التلاتينات. تعالوا معايا. لو أنا عندي بنت أخلّيها تحب نفسها إزاي؟ هاقول لكم على كام خطوة كده نعملها مع بعض، وأنا أول واحدة هاعملها معاكم ويا ريت ننفذها. أول خطوة لازم نعملها إنها لازم تشوفني وأنا باحب نفسي، أحب نفسي من غير ما أتكلم. تاني حاجة هاخلّي الرسالة اللي توصل لها إزاي أحب نفسي وأحب جسمي من غير ما أشتكي، أحب جسمي بعيوبه وبمميزاته. هاسمي مشاعري وأقول أنا حزينة النهارده بس عادي، دي حاجة مش عيب. هابطّل أقول أنا تخينة، أنا شكلي وِحِش، لإنها في الحالة دي بتسمع وبتصدّق وبتشوف وبتنسى إنها أجمل مخلوق ربنا خلقه على وجه الأرض. هاكلمها عن ربنا اللي خلقها حلوة، وإنها لازم تحب نفسها قبل أي شيء، وعن عقلها اللي هو أعظم حاجة عندها، وعن قلبها اللي لازم تصونه وتحبه قبل أي حد. في النهاية بنتك مش هتحب نفسها من كتب التنمية، بنتك هتحب نفسها من حبك ليها ومن حبك لنفسك قبل أي حاجة. دي مش رفاهية، دي مسؤولية ودي تربية، واحنا مراية ولادنا في كل شيء. أشوفكم على خير وسلام.